السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا بهيجة جيت اليوم باش نحكي لكم القصة ديالي وتشوفوا المكتب اشنو دار فيا. انا من واحد المدينة اللي صغيرة بزاف، النواحي ديال الدار البيضاء. حنا ما فحالناش، ساكنة انا ووالديا. انا اللي كنت كبيرة في خوتي. الاب ديالي خدام غير في البلدية، يعني كيجمع الزبل، دار كاع الجهد ديالو باش يعيشنا احسن عيشة ويتهلا فينا ويخلينا مجموعين. وخا هكاك تقهر من المصاريف، وانا ديك الوقيته قررت باش نخرج من القرايه ونعاونهم في الصير واخا غير واحد شويه. داكشي اللي درت، خرجت من القرايه، خدمت واحد المخبزه. في الاول خدمتي بواحد المخبزه اللي صغيره، كنت كنخدم النهار كامل، ولكن ما كيعطيونيش شي فلوس لي زعما تقدر تصرف عليا انا وزعما وخوتي. ولكن كنت كنجيب دوك الخبز والحلوى وداكشي اللي كيشت من المخبزه في العشيه كله كنجمعو كنجيبو ليهم. صافي بقيت خدامه في ديك المخبزه المده ديال الشهر، حتى لواحد النهار اللي جا عندي مول المخبزه قال لي راه مرتي ما بغاتش بقيت تخدمي في هاد البلاصه هادي. كنت انا وياها داخلين لهاد المخبزه النص بالنص، وهي ما بغاتكش، يعني زاد كل شيء فيه، هي راه ما بغاتك في هاد الخدمه. صافي انا قلت ليه الرزق على الله، نمشي لبلاصه اخرى راني نقلب فين نخدم ماشي مشكل. صافي عطاني 500 درهم اللي كنت غادي نخرج. من بعد ما قعدت في الدار، خويا حتى هو قرر باش يخرج من القرايه ويخدم حتى هو. من الحظ ديالو يلاه بدا يقلب على الخدمه ولقى واحد الخدمه اللي زوينه، يعني ديال البني. صافي ويسر لي الله فيها. انا بقيت كنقلب على الخدمه لمده ديال شهرين، وحتى واحد ما حن فيا ولا قال لي تعالي تخدمي ولا هذا، يعني كلشي كنقلب والو. حتى لواحد النهار اللي جات عندي صاحبتي هي ما خداماش وقالت لي يلا نمشيو نقلبوا على خدمه، راه واحد الموقف تيوقفوا فيه العيالات تما، الا بغى شي واحد شي عنده شي حوايج يتصبنوا ولا الدار ولا شي حاجه، راه غادي نمشيو معاه نخدموا داك النهار ونرجعوا. صافي فكرت حتى عييت وما لقيت حتى شي حاجه فاش نخدم، قلت نمشي. وصلنا تما ترى واحد شويه ويجي واحد الراجل عنده واحد طونوبيله كبيره، قال لينا الا بغيتو تمشيو يلا، راه عندي انا واحد الفيرما كبيره ديال الجلبانه وغادي ندير لكم 150 درهم للنهار. صافي حنا بديك الفرحه طلعنا باش نمشيو لديك الفيرما. صاحبتي قالت لي وياك تحيدي هاد الدم على وجهك، راه الا عرفوك صغيره راه غادي يتكرفسوا عليك. صافي انا داكشي اللي درت، بدينا الخدمه عادي. وليت كل عشيه كنجيب معايا الخضره اللي كتشيط تمايا كلها كنجيبها للدار. ايوا كنجيو انا وصاحبتي كنحيدو حوايجنا وندوشو ونديرو المكياج ونعاود نخرجو باش ندورو ونمدلو الجو انا وياها. يعني اللي شافنا ما يقولش هادو راه كانوا خدامين في الصباح بديك الفيرما وجايين بحال هكا. صافي بقينا عادي ولينا خدامين، ولكن انا واخا هكاك خايفه على راسي. لواحد الدرجه وليت كنهز معايا واحد الموس ديما في الشكاره ديالي وكنعطي اتساع لبنادم. صافي بقينا في هذيك الخدمه لمده ديال عام ونص. برات والديا، من بعد وليت انا كنكبر والخطاب كيجيو فيا. واخا هكاك انا ما كنتش معمره راسي بمره بالزواج ولا شي حاجه، يعني انا واخا هكاك كنخاف من ديك المسؤوليه ديال الدراري وديال الراجل، يعني انا ما كنتش حاطه كاع شي حاجه سميتها الزواج في راسي. ايوا الاب ديالي خرج من ديك الخدمه اللي كان فيها، مشى عند عمي باش يخدم معاه جزار. حتى لواحد النهار مشاو يجيبوا دوك العجوله وداكشي اللي كيذبحوا. صافي تلاقاو مع داك الراجل اللي هو صاحب عمي، عنده واحد الولد العلي وما لاباس عليهم.
صافي الاب ديالو وعمي قالوا ليهم غادي نعرضوا عليكم للدار تشربوا معنا شي كاس ديال اتاي ولا شي حاجه، ريتا ما يجي ديك السلعه اللي بغاو. صافي جاو للدار وانا ما فراسي حتى شي حاجه، ما فريسي ما يتعاود. داك النهار انايا ما كنتش خدامه، سمعت الدقان مشيت نحل حتى لقيتهم هما، سلمت عليهم عادي، حطيت لهم داكشي اللي كان في الدار، يعني اتاي الحلوه المسمن، يعني داكشي اللي كتب الله. صراحه عجبهم الحال بزاف. صافي دواو في داكشي اللي كانوا باغيين ومشاو في حالهم. تقريبا دازت شي 2 سيمانات، جا عمي قال الاب ديالي راه داك الراجل ولدو راه عجباتو بهيجه بزاف وبغاها الزواج، راه ما عندكم مناش تخافوا، راه لاباس عليه وداك السيد غادي يتهلا في بنتكم. الام ديالي طارت بالفرحه وحتى خوتي حتى هما. انا ديك الوقيته ما كانش عندي حتى شي فكره للزواج، واخا غير شويه من الزواج والو، ولكن فكرت حتى عييت وقلت نتزوج حسن ليا ما نبقى نخدم هنا وهنا وهنا، يعني غير التمرميد. صافي هي هذه جلست من الخدمه اللي كنت فيها، قلت غادي نتهلا في راسي، يعني ما نبقاش لي مرمده وجي حالته حاله، قلت نقعد باش نتهلا في راسي. بجينا كنوجدوا الخطبه، عمي عطاني النمره ديال هذاك الدري باش ندويو ونتعرفوا شويه ريتاما. نجي وقتها ديال الخطبه والعرس. داك الدري كان ظريف بزاف، يعني في الاول انا بالي ظريف ومؤدب. صافي حتى صارحني بواحد الحاجه، قال لي انا راه كنكمي وكنشرب. انا قلت لي عادي ربي غادي يعفو عليك منه. صافي حتى لواحد النهار اللي جا عند امي قال ليها عافاك خليني نخرج انا وبهيجه باش نشريو الحوايج ديال الخطبه وداكشي كاملو. الصراحه تهلا فيا وكلشي شريناه. مهم دازت الخطبه والعرس كلشي بخير. صافي لقيته هزيت حوايجي، يعني مشيت لداري، كلشي كان فيها زوين، يعني كلشي مأتت فيها، مقاد الصالون مقاد بيت الناس، يعني كلشي زوين. مشيت يعني تهلا فيا بزاف وحتى انا تهليت في والديا، يعني الفلوس ما كنتش هازه لهم الهم كاع، وليت كنكسيهم وليت كلشي مهليه فيهم. من بعد عرفت باللي حامله، كان مهلي فيا بزاف وولدت ولد موراها. قلت نزيد واحد البنيته والحمد لله كلشي فرح بيها. ولات الفلوس غير مشتته بزاف، يعني ما كيسولش فيهم كاع، وانا طاح ليا الشك وطاح ليا العجب بزاف هاد الفلوس هذا منين كيجيهم. انا في الاول ملي كنت سولته قال لي انا راه خدام غير في التجاره، قال لي بلاش ما تسولي في هذا الشيء، تسولي في الخدمه. وحتى انا قلت علاش غادي ندخل في هاد الامور ديال الخدمه. صافي حتى لواحد النهار اللي مشيت عند الام ديالي، تجد عندي صاحبتي كتقول لي بغيت نقول لك شي هضره وما تقلقي ما ديري حتى شي حاجه. هي قالت لي راه غير شي هضره سمعتها وجيت باش نقولها لك والله اعلم. قالت لي سمعت باللي راجلك راه كيبيع الحشيش بصح. انا قلت ليها هادشي راه ما منه حتى شي حاجه، يعني راجلي راه خدام في التجاره. منين قالت لي هكاك انا بقيت غير كنفكر في ديك الهضره وفي داك الشيء، يعني راسي بقى مدوخ ليا بديك الهضره اللي قالت لي. صافي رجعت للدار يعني عادي ما قلت ليه حتى شي حاجه، ولكن بديك الهضره بقات تدور ليا في راسي. جا ويقول لي راه غادي نمشيو نباتلو هاد الليل، هاد الليله هادي غادي نمشي نباتو في الفيرما. صافي انا هزيت ولادي، هزيت الحوايج اللي غادي نستعمل غير في داك النهار. صافي كلينا عادي. انا ناست وصلت 4 ديال الليل، ضرباتني الفيقه ما لقيتوش، بقيت كنقلب عليه في الدار كامله ما لقيتوش كاع. قلت نخرج برا فتك يعني غير الليل. خرجت حتى كنشوف الرجاله بزاف برا، انا لصقت بلاصتي.
كنقول هذيك الهضره اللي قالت لي صاحبتي راعيني بصح دخلني الشك، كنقول كلشي راه بصح. من ديك الوقيته ما حملتش نعيش معاه ولو دقيقه، عييت ما نخبي، حتى قلت لي صافي غير طلقني، انا راه ما حملتش هاد العيشه معاك. قلت ليه انا راه عارفه كل شيء باللي انت راه كتبيع الحشيش وداك الشيء، يعني داك الفلوس غير حرام. قال لي راه الباب الا بغيتي تمشي راه الباب سيري في حالاتك، وانا راه غادي نجيب لالاك اللي غادي نطلع فيها احسن منك، والولد راه ما غاديش ديه، الا بيتي البنت ديها وسيري في حالاتك، ما عمرك باقي تدوري هنايا. ولكن الا سمعت شي واحد عنده هاد الهضره هادي بلي انا كنبيع الحشيش ولا شي حاجه، قال لي كنحلف لك بالله الا غادي نقتلك ونقتل والديك كاملين وغادي نصفيها لكم. انا مني سمعت ديك الهضره بقيت غير كنبكي، ما عرفتش شنو ندير. قال لي احسن لك تقعدي بدارك وتسكتي وتطلي في ولادك. ما عرفتش شنو ندير، صافي لصقت بلاصتي، قلت نقعد في الدار حسن ليا، ما نهدد والديا وما غير ما فحالهمش. صافي من بعد ولا كيدخل البنات عليا، يعني في الدار ولا كل شيء كنشوفو بعينيا، داك الحشيش ولا كيصايبو يعني قدام عينيا. صافي وليت كندعي الله وكنصلي ليل والنهار عليه. حتى لواحد النهار خرج في الصباح، ما جاش النهار كامل، وصلت 6 ديال الليل تنسمع الدقان في الباب، يعني داك الباب بيتهرس. كنسمع البوليس قالوا لي راه راجلك شدينا، احنا راه غادي نقلبوا الدار كامله. صافي وعرفت باللي راح حكموا عليه ب5 سنين ديال الحبس. انا بقيت مهليه في ولادي، دازت ديك 5 سنين كنت عادي بخير. عاود تاني خرج من الحبس، داز السيمانه كلها ما خرجش كاع من الدار، يعني الشمس ما تيشوفها. صافي ولا مخاسم مع باه، ما عرفتش انا علاش، غير مخاسمين ولا كيتضاربوا في التليفون، انا ما عرفتش علاش كانوا تيضاربوا. واحد النهار قال لي سيري عند والديك، بقاي معاهم شي يومين حتى العشيه. عيطوا ليا قالوا لي تعالي راه راجلك تخاصم مع باه، وراه ما عرفناش يقدر تخاصموا شي تخاصيمه خايبه، وراه مشى للسبيطار. انا مني مشيت كان 7 الغوات وخواتاتو داكشي، عرفت باللي راه مات في السبيطار. انا ما عرفتش ديك الوقيته واش نضحك ولا نبكي ولا ما عرفتش. صافي انا ديك الوقيته خليت ليه الدار، خليت كل شيء ورجعت عند والديا. صافي خدمت واحد المحلابه على قبل والديا باش نتهلا فيهم وفي ولادي حتى هما، والفلوس ديالو ما جبت منها حتى شي حاجه. واخا والديه تيصيفطوا لي الفلوس ما كنت تنخسر حتى شي حاجه منهم وتنخليها ليهم. الفلوس ماشي هي كل شيء، الفلوس الحرام ما كيسخرش فيها سيدي ربي. هذه هي القصه ديالي، كنتمنى تاخذوا منها عبره. والفلوس راه ماشي هي كل شيء، ما عمركم طمعوا في الفلوس.